شكرا إلى وزارة الداخلية العراقية، شكرا إلى الأمن الوطني، كلنا معكم. وأحب أنوه على شغلة ثانية، أتمنى تحاربون مو فقط اللي يطلعون بصوت وبصورة، أتمنى بعض الصفحات تنشر فقط كتابة على الفيس. عما هين إذا على الفيس، وأكيد أنتم مو بعيدين عن الموضوع. باقي البرامج مثل تيك توك وكواي وغير هاي البرامج تنشرون غير منشورات، كارثة طبعا. هين إذا على ذولا يطلعون صورة وصوت. المشكلة الثانية بالتعليقات، يعني كارثة، يعني تعليقات كارثة تدمر وتهدم العوائل العراقية. أتمنى تركزون بهذا الموضوع، ما يصعب عليكم، أنتم أبطال وكلنا معكم. وأكو شغلة ثانية، أنا أتمنى أكو بعض الشباب عمره 25 و30 ياخذ الرعاية ويقعد بالبيت، وتعرف هذا نقول قاعد بالبيت وين يقضي الوقت؟ على النت، يظل تعليقات منشورات ما لها رادع. أتمنى من هذول تعطيهم رعاية بكل ما يظل قاعد بالبيت. أجيبه يابا تعال أنت نشغلك ويانا نشكو حساب فينشر منشورات غير أخلاقية أو تسيء إلى المجتمع العراقي تبلغ عليه. وإذا يوم نشرت أنت أو علقت تعليق يسيء إلى المجتمع العراقي راح ينقطع راتبك وراح تتحاسب. هو راح يساندكم، راح أي حساب يحاول يعلق أو ينشر هيك راح يدز لكم صورته واسمه، أحسن ما يظل ياخذ راتب ويظل قاعد بالبيت. استفاد من هاي الطاقة الشبابية. هاي شغلة الثانية، أحب أشكركم مرة ثانية على هذا القانون الثاني، سويتوا عليه غرامة وعقوبة كل شخص يرمي الأوساخ في الأماكن العامة. تحياتنا لكم.